مهما كانت لحمتِك كبيرة والّا كمان عجوزة والّا حتّة ما بتستويش، زي مثلًا حتّة ناشفة زي كده إيه الفخدة والكلام ده كلّه، هاقول لِك على معلقة في مطبخِك هتخلّي اللحمة معاكِ زي الفل. كمان الكبدة بتاعتِك دايمًا بتطبخيها والريحة ليها ريحة زفارة كده، أو بتتخنقي من ريحتها ساعات أو بتقرفي تاكليها أو ولادِك بيقرفوا ياكلوها، هاقول لِك النهارده برضه على مكون سحري موجود في مطبخِك ومتوفر برضه هتخلّي الكبدة بتاعتِك بسم الله ما شاء الله ريحتها زي العسل. تخلّي ولادِك ياكلوها بعد ما كانوا ما بياكلوهاش. كمان لو عندِك لحمة وعايزة تفكّيها في أقل من ثانية واحدة بس أو 5 دقايق كده بالضبط، هاقول لِك النهارده برضه على إزاي تفكّي اللحمة في 10 دقايق أو في 5 دقايق، حتى لو كانت متجمّدة بقى لها مثلًا أسبوع والّا 2 والّا حتى شهر. يالّا كده هنسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ما تنسينيش تدعميني بلايك جميل منِّك وشير الفيديو لو عجبِك الفيديو، وإن شاء الله فيديوهاتنا كلّها تعجبِك وعندنا أفكار جميلة، بس يا ريت تفعّلي زر الجرس على الكل عشان يوصلِك منّي كل جديد، وإن شاء الله فيديوهاتنا اللي جاية أكتر حاجة هتعجبِك الفترة اللي جاية بإذن الله. قناة شُغلة وحكاية، أختكم أم هنا من مصر، دايمًا باقدّم أفكار منزلية سهلة وبسيطة بتسهّل علينا الحياة وتسهّل علينا إن إحنا نقدر نطبخ حتى لو أنتِ سِت بيت لسه صغيّرة في السِن كده عروسة جديدة يعني ومش عارفة تطبخي ومش عارفة تتصرّفي إزاي، هاقول لِك النهارده على بعض التريكات البسيطة جدًا، جدًا هتفرق معاكِ في طعم الأكل وفي طعم اللحمة بتاعتِك وكمان في طعم الكبدة، وكمان المعلقة السحرية اللي هتخلّي معاكِ اللحمة بتاعتِك في أقل وقت ممكن تكون معاكِ دايبة وزي الفل، زي ما يقولوا كده إيه، زي المشمش بالضبط. طبعًا شُغلة وحكاية دايمًا مع بعض بنحكي حكاية من الواقع، حكاية من الحقيقة أو حكاية اجتماعية موجودة في بيوت كتيرة جدًا مننا. المهم بنعمل وصفة سهلة وبسيطة زي ما أنا باقول لِك، وكمان بنحكي حكاية. طبعًا قدّامي حتّة من الكبدة ومعاها حتّة من القلب، باقطّعهم كده زي ما أنتِ شايفة. في ناس طبعًا بتستصعب إن هي تقطّع الحاجة دي، لكن ما عندِك مقص طبعًا حامي كده ويكون بتاع المطبخ طبعًا أنتِ أكيد مخصصاه للمطبخ، بتقطّعي الطرنشات اللي أنتِ عاوزاها، ولو لسه طالعة من الفريزر هتقطّعيها طرنشات بالسكينة في ثانية كده على القطّاعة، في ثانية، في ثانية مش هتاخد منِّك أي حاجة. لكن طبعًا عشان الكبدة بتاعتي دي أنا محتاجة إن أنا يعني أشيل الزفارة منها شوية أو أعمل لكم الفيديو ده عشان طبعًا لو في أي حد ما بيحبّش الكبدة، بيقرف من ريحتها، مش عارفة إيه الحاجات اللي إحنا بنسمعها الجديدة دي، فهاقول لِك النهارده إزاي تخلّيها معاكِ زي الفل، وريحتها كمان زي المسك وولادِك يطلبوها منِّك بعد ما كانوا مش بياكلوها. طبعًا حكايتنا النهارده هنحكيها مع بعض وإحنا شغالين كده في الكبدة، وهاقول لِك على أول معلقة سحرية للكبدة وهي معلقة من الدقيق. الدقيق أو الطحين برّه مصر بيسموه الطحين، الطحين أو الدقيق، معلقة من الدقيق أو الطحين حسب الكمية اللي معايا تقريبًا كيلو إلا ربع، هاحط عليه معلقة هرمية من الطحين أو الدقيق، وكمان الكوباية بقى اللي جاية دي يا جماعة عايزة أقول لكم أقسم بالله وهم في شيل الزفارة كمان من الكبدة، وكمان قتل السموم اللي في الكبدة. عايزة أقول لِك إن مكان تجميع السموم في الجاموسة أو البقرة أو الخروف أو كده اللي هو إيه، الكبدة، مع نُص كوباية من الحليب أو اللبن زي ما بنسميه في مصر أو الحليب زي ما بيسموه برّه مصر، المهم الحليب أو اللبن نُص كوباية بس أو ربع كوباية يعني عادي ما فيش مشكلة، ينفع لو عندِك عايزة أقول لِك كمان لو عندِك 3 معالق بس من الحليب برضه ينفع جدًا، أي نوع حليب ما فيش أي مشكلة. مع معلقة من الطحين، وده المكون ده تحفة جدًا، جدًا، هتنقعيه هتقولي لي كتير، لأ مش كتير 10 دقايق بالضبط، على بال ما تجهّزي الطاسة بتاعتِك والبصل بتاعِك والتوم والفلفل والليلة دي كلّها وتجهّزي حالِك، الكبدة معاكِ هتكون زي الفل، ريحتها زي المسك، وكمان هتبقى طرية جدًا، جدًا، ما فيش فيها أي زفارة، ما فيش فيها أي سموم، هتبقى بجد، بجد حكاية. وطبعًا لو عندِك ليمونة بقى زيدي كده وحطّي لنا ليمونة حلوة كده، ما فيش مشكلة خالص، حابة تحطّي رشة من الفلفل الأسود، رشة من الكمون، ما فيش مشكلة برضه، لكن دول الأساسي. يالّا بينا ندخل على حكاية النهارده، حكاية النهارده عروسة جميلة، لسه متجوّزة جديد وكل ما جوزها يقول لها كلمة تتنرفز وتصوّت وتزعّق وتقول له عايزة أتطلّق. بنات اليومين دول أنا مش عارفة بصراحة يعني السوشيال ميديا مع إن هي كويسة جدًا وساعات بتنفعنا كتير، لكن هي مُضرة جدًا، جدًا كمان لبناتنا اللي تعبت أعصابهم وأفكارهم ومخلّياهم مش قادرين يفكّروا إلا في نَفْسهم وبس، مش شايفة إلا نَفْسها ومش شايفة إلا هي عايزة طلباتها وبس، كل ما تقول له كلمة مثلًا هو أكيد مش واخد عليها، هي كمان مش واخدة عليه، أول كلمة على لسانها أنا عايزة أتطلّق. أنا جاية النهارده بقى آخُد رأيكم أنتم كمان كأمهات
أي حد بيسمعني كأب، كأم، كأخت، كصديقة، كأنتِ لو أنتِ مَر عليكِ المشكلة دي برضه يا ريت تكتبي لنا في الكومنتات وتقولي لها كلمة، لإن هي بجد، بجد، بجد المشكلة صعبة جدًا، شهر ونُص جواز والمشكلة كل ما يحصل أي touch طلّقني، أنا خلاص مش عاوزاك، أنا خلاص مش قادرة أستحمل العيشة معاك، مش قادرة تستحملي إيه يا حبيبتي؟ شهر ونُص جواز! أنتِ جاية من بيئة وهو جاي من بيئة، أنتِ جاية من مجتمع، هو جاي من مجتمع، هو نفس المجتمع، لكن عادات وتقاليد بيتي غير عادات وتقاليد بيتِك، غير عادات وتقاليد البيت اللي جنبي، غير عادات وتقاليد البيت اللي في الشارع اللي ورا، اللي ورايا، فاهمة الفكرة؟ لازم نتوصّل لنقطة معيّنة. إن إحنا نحاول كل واحد يتنازل للتاني علشان خاطر إن إحنا نقدر إن إحنا طبعًا نوصل لأقرب نقطة ممكنة، طبعًا الكبدة معانا بقت زي الفل، يا ريت نقول لها كلمة في الكومنتات ضروري يا جماعة بالله عليكم. طبعًا لو عندِك كمية من اللحمة كبيرة جدًا ومحتاجة إن أنتِ تطلّعي منها جزء أو تطبخي منها جزء أو جوزِك جاي بسرعة أو أيًا كان، طبعًا ممنوع وخطر جدًا إن أنتِ تحطّي اللحمة كده مباشر في المَيّة الساقعة أو أيًا كان أو في مَيّة سخنة أو. وهاقول لِك كمان دلوقتي على المعلقة السحرية لسبب أو سر طراوة اللحمة بتاعتِك، لو اللحمة بتاعتِك شوّحتيها وعارفة إن هي لحمة كبيرة، لحمة خروف كبير، لحمة كده، حُطّي معلقة من السكر صغيّرة، معلقة من السكر وكمان عندِك لو أنتِ عندِك كمان النوى أو النقع بتاع البلح، عايزة أقول لِك حُطّي 2، 3 كده، أنا عايزة أقول لِك اللحمة بتاعتِك أقسم بالله في ساعة زمن أو ساعة إلا ربع بدون بقى حلة ضغط وبدون أي حاجة، هتبقى معاكِ دايبة وسحر، سحر معلقة السكر أو نوى البلح أو نقع البلح، عايزة أقول لِك حكاية، والفيديو الجاي إن شاء الله هاعمل لكم إزاي تسووا اللحمة بطريقة جميلة جدًا، جدًا، تبقى معاكِ لحمة مسلوقة بس شوربتها بُصّي عايزة أقول لِك حكاية خطيرة جدًا، جدًا، كل اللي هيشرب منها هيقول لِك إزاي عاملة الشوربة الجميلة دي بالتريكات الخطيرة والرهيبة، ولون الشوربة كمان هيكون مختلف جدًا معاكِ. الفيديو ده إزاي تفكي اللحمة، وإزاي تشيلي زفارة الكبدة، واللي عايز مني أي حاجة فيديوهات اللي جاية، إزاي مثلًا تعملي الكبدة بطريقة معينة، إزاي تعملي اللحمة بطريقة معينة، اكتبي لي في الكومنتات وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم. طبق كده مليان مَيّة واوعي لازم تربطي كويس جدًا على اللحمة، اوعي تطلّعي اللحمة برّه الكيس، نُص كوباية من الخل ومعلقة من الملح، طبعًا أنا غيّرت اللحمة بعد نُص ساعة أو ربع ساعة تقريبًا، غيّرت المَيّة قبل ما أفتح الكيس، كده شايفين 10 دقايق ربع ساعة بالضبط، على ما خلّصت وجهّزت الأطباق وجهّزت الحلل وجهّزت الحاجة، اللحمة خلاص ما شاء الله بدأت تفِك أهي خلاص من غير أي حاجة. طبعًا أنا كنت غيّرت المَيّة وباكرّر اوعي تفتحي الكيس والخل محطوط في المَيّة أو الملح، علشان ما تبوظش معاكِ اللحمة بتاعتِك وتدّيكِ اللون الوردي الجميل اللي أنتِ شايفاه ده، خلاص هي بدأت تتفتح معايا بكل سهولة خلاص، يعني شطفة واحدة كمان هتبقى كل قطعة لوحدها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طبعًا لحمة زي العسل، ألف هنا وشفا كل اللي أكل منها، وطبعًا طرقنا الجاية جميلة جدًا وسهلة جدًا، كل سنة وأنتم طيبين وإلى اللقاء.